بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن سلام ربي فلاوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة، نسأل الله عز وجل يتقبلها منا جميعا ومن سائر المسلمين والمسلمات في بقاع الأرض. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إثمثن درس بوسا أسنف كيون جيسم يون السنتلي والعنوان أفريض ربي، أفريض يتساوين ربي سبحانه، الطريق إلى الله. إثمثن يون ما عرقاس وفريد أثي فلاقل دي الدنيا كان ما يلحو يقصد يون بمكانة ياوض يعرقاس وفريد التفضيفات العقل وريه النار أي غر أخطري عرقاس وفريد بوكي ذي بردان الدونيث وما إلا يون يعرقاس وفريد يتصوضن غير ربي سبحانه. أفريد أثي السوضن أرويني غدي خلقا ما يعرقس وفريد أم كارثيلي ثوثرثيس أم كاثيلي الحالس أم كاثيلي السيراس. إذا كان الإنسان فقد الطريق في دار الدنيا، أراد أن يقصد مقصدا ولكن لا يعرف الطريق، فقد الاتجاه، سيضيع، سيعيش حالة من التيه والضياع. هذا في أمور الدنيا، فكيف إذا كان الإنسان فاقدا للطريق الموصل إلى الله؟ سيضيع دار البقاء الآخرة وهي الحياة الأبدية. لذلك العنوان الطريق إلى الله. أفريداكي باش تنوض ربي سبحانه نحوج خمسة الأمور يون الأمر مزور ويثمثن ذا شوث إلاق أنا من ربي مع انتهى الشرط الأول والمقوم الأساس هو الإيمان بالذي خلق السماوات والأرض. إلى قان السين ربي، إلى قان من ربي، فجي أمر العقيدة أمر الأساس. إلى قان السين ربي، إلى قان من ربي يون وسنسر شريك يك الأنبياء الرسل إدي شقع ربي أكن ملان الناس ربي مشقعان إني تسنيت خلقيت بلا ربيون. أصل الأصول في جميع الديانات جميع الكتب السماوية جميع المرسلين جاءوا بهذا الأصل، أصل الأصول ثبته الله في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثقي أمر الأساس وثقيد الجذرة الدين. يا أخي ناس ونا ومذياز إنا السلعة ديالن ذي التوراة، إنا السلعة ديالن ذي الزبور لضيور وذي تفرفيرا. العهد شو ذي العهد؟ ذوا العهد الأعظم هو هذا، عبر عنه هذا الشاعر بشعره وحكمته. السلعة ديالن ذي الزبور لضيور وذي تفرفيرا. السلعة ديالن ذي التوراة إذرار وذ عليا. السلعة ديالن ذي الإنجيل التجرى ذوين ثمرا. السلعة ديالن ذي القرآن يلدين ثبوري غلقا. ينزل غف محمد رسول النبي عزيز صلى الله عليه وسلم. جميع الكتب السماوية جاءت بأصل الأصل وهو الإيمان بالله. ذكرنا الآية 25 من سورة الأنبياء، ذكروا أيضا الآية 256 مثلا من سورة البقرة التي جاءت بعد آية الكرسي مباشرة. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى نهايتها، وبعدين تبدأ الآية
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. بعدين ربي واش قال؟ قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا يقوم الإسلام لا آية الكرسي سورة البقرة لا يذفيرس لا يوم الدين الآية 256 معناتها لا يقير دقار إلى قد تحصم مرة وتمنم الإيمان جهدا باللي ربي يون ورسالة يشري. إذن هذا هو الشرط الأساس من أجل انتهاج طريق السلامة، الطريق الموصلة إلى رب العزة جل جلاله. لابد قد يقول قائل أنا أصل الهدف بعقلي. أبدا فالعقل محدود كما هو الحال بالنسبة لسائر الحواس، ولكن ربنا عز وجل برحمة منه وفضل أرسل النبيين والمرسلين ليبلغوا رسالة التوحيد إلى الناس أجمعين، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكي الشرط مزور تنسنيث أشو الشرط والسين؟ الشرط والسين إلى قنصحوا الإخلاصين ساكن، خاطر ممكن الإنسان يؤمن بربي ولكن الإيمان يعني بنسبة معينة، لا ربي سبحانه لا يريد شريكا، لذلك لابد من الإخلاص والخلاص في الإخلاص. أفريد السلاك ذوا إلى قيل كي يخدم بنادم أث يخدم يوض من ربي. هذه مسألة مهمة. كل الذين يعني يؤمنون بالله عز وجل يخلصون له العمل. قد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما السعد بوين يقسعن الإخلاص دقوليس وليس زدي ألا غيس زدي ولاش ذا شاثي سلوغن. منغصات الحياة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. عبر التاريخ الإنساني البشري نجد نماذج من البشر الفاعلين العاملين، ولكن هؤلاء تنغص حياتهم باش بمنغصات من شياطين الإنس والجن. لنو مدن سمحتي يخدمني وذم ربي يزمر دافن أوغور من يثو ذرت نسن أتخدم الصلاح وتفضل أوغور تصمد الخير أتفنوض الجامع أتساون ذيك الليلة يمغفان أتساون تيم عمرين ذي الخير يموضان، ولكن إلا سندي هذو ربي وقاعد نحمل على شغلاكي أكيني أخا ميسور ذا سيزمير الجامعة طفاس أمزير تثبيط أكيني وين يفغان لوقام أذي زوير سقاث وخام سيتادير حانون زانون لوقام بخامي لقذيلين، ولكن ولا دلني عرضيان كانوا قال الموروث الثقافي الأصيل الجزائري نجد العجب من النماذج الراقية السامقة في دنيا العمل، في صناعة البطولات، في صناعة الأعاجيب، في نفع الناس من الرجال والنساء. وإلى الآن الخير لله والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لكن معليش مما الله يبارك الله يرحم الشاعر اللي قال جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. يعني أم كل محنة ثرنو ذي العقل، كل محنة زيد في العقل. يعني العبد ثيرو زي سمكي تسيمغور سلحيفة قد يقابل الدونيث يقف دوغور أثي قابل يقول لا فلاس يوث ولكن ثيطيس رزداث خطر هذا عنده هدف، عنده مقصد يقصده
لماذا؟ لأنه واحد يقول لك حسن الانتهاء من حسن الابتداء، حسن النهاية من حسن البداية. حينما نقرأ التاريخ المشرق لصناع التاريخ، للذين صنعوا وتركوا بصماتهم في دنيا الناس، نجدهم اتبعوا هذا الطريق وتمثلوا هذه القيم، يرافقونها وترافقهم. وكو قذي إذن تمكثين ذي عرضيين أنزوير سبب انت معمرتين سيدي عمر والحاج يخلد اسمه إلى الأبد. لماذا؟ لأنه اسم سيدي عمر والحاج يخدم. أدن المكتي سيدي سحنون، أدن المكتي سيدي منصور، أدن المكتي شرف بهلول سيدي بهلول. والحديث ينصرف إلى الجميع الذين سيدهم الناس. أدين سيدي أنا عماه وين يبغى نسكسو سوذي وسنين مدنا سيدي يلا إلاق أدي الشرو ثيدي وقال مش شرو ثيدي يبظن الدرجة يجي. هكذا خلد الله أسماءهم كما خلد السابقين. في سورة الحشر في الآية 10 ربنا علمنا كيف نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنعمه سبقونا بالإيمان. هذا الشرط الثاني نبثت. إذن الشرط الأول. الشرط الثاني الإخلاص، والخلاص في الإخلاص. وربي قال في آخر آية في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اثنين. إذن الإيمان، الإخلاص. الشرط الثالث نحتاج في لافي دروت هذه، يعني في طريق نحتاج أن جيد. الدليل هو الوحي. لازم ما نقدروش، مستحيل. قد يقول أنا عندي عقل كبير، من بعد واحد يقول لك عندي مال كثير، والآخر يقول لك عندي معارف، عندي الكتاف، عندي ناس، عندي. لا، من اعتمد على عقله ظل، من اعتمد على علمه زل. يقول ومن اعتمد على الله فلا ظل ولا زل ولا قل ولا مل. شق طريقك قدام. الوحي، نقولوا الوحيان كتابا وسنة في زوج. في زمن العولمة، في زمن الثقافات، في زمن التكنولوجيا، ثورة الاتصال والمعلومات، نقرأ ونسمع ونتابع التشكيك المقصود المبرمج من أجل تضييع الأمة، من أجل إحداث الاضطراب والفتنة في الأمة. فتأتي حملات التشكيك في الوحي الثاني وفي الوحي الأول، في السنة وفي الكتاب. مسلك حتى واحد. لا هؤلاء خدام الوحي. ربنا عز وجل أعطى لهم هذا الشأن، رفع شأنهم ورفع قدرهم. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ثبت ذلك ابن خلدون في مقدمته في الصفحة 940 حينما تحدث عن الطريقة الحجازية التي خدمت السنة النبوية بمنهج راقي جدا. ثم قال افتح القوس: وسيد الطريقة الحجازية عالم المدينة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. خير إن شاء الله. صاحب الموطأ. نروح البخاري، نروح الإمام مسلم في صحيحه، نروح الإمام أحمد في مسنده، نروح الأئمة أصحاب السنن، النسائي، الترمذي، ماجه، غيرهم، وداود إلى آخره. هؤلاء خلاص يعني رب سبحانه رفع قدرهم، لا أحد يستطيع أن ينقص من قدر أولئك، لأن الله هو الذي يرفع ويضع.
لأن الله هو الذي يفرق ويجمع. نعم، عقيدة، بعقيدته أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نفعوش فين في هذا عميس مي تصورت فلوس الدرس دين زرا. أي بلال، ما علاقته بلال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كي يشوفوا بلال معناه كان الرسول، وتعرفوا الحكاية صارت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. بلال منا آل البيت، عطلوا هذا الشرف باش ينتمي إلى الشرفاء آل البيت. سلمان من فارس، صهيب الرومي، كل هؤلاء. نعم، إذن في العقيدة تجمع، تفرق وتجمع، وترفع وتضع. رفعت من أقدار أولئك في غاديني غير قزناكي قد الشم يجوزلن يقعد سفن في الميراث النبي عليه الصلاة والسلام سوزنتيد فلسني عفو ربي إذا ضربي فلس الشيخ النغي مزورة شفام دايم غارن غير قزن ياكل الشيخ نغي ثمورث النغ ثمورث الجزائر مرة نغي ثمورث القبائل بالذات سوا شو ساعة ثيسمين في الدين فنان في معمرين فنان الجوامع صغر القرآن حرزن لمانا الميثس صافي يكون يما سدنا وض أدير ثلاث فربي أذي ربي في اللسان هكا كجماعة الخير. هنا يأتي قلت الشرط الثالث وهو التزام الوحي. ربنا قال في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وربنا اهدنا الصراط المستقيم سورة الفاتحة. ولكن شكون هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. شكون هذون يا ربي اللي أنعمت عليهم؟ نجد تفسير هذه الآية في سورة الفاتحة، نجد تفسيرها في سورة النساء في الآية 69 من النبيين كمل والصديقين كمل والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سعد اللي يمشي مع هذون يا سعد وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بين يرفقني سدويكي ضرب بيثني دي اختارا ضرب بيثني دي اختار صافي لقى الكوراج الكوراج مليح سورتو في هذا الزمن لازم الكوراج يكون فور مليح ثبات باش يعني نسلكوا بخير وعلى خير ان شاء الله. صافي يا جماعة الخير ناخذ الشرط الثالث الوحي كتابا وسنة وهذا هو دليلنا مرشدنا الهدي والهدى كل ذلك نستمده من الوحيين كتابا والسنة. ثلاثة. الشرط الرابع باش نوصل بخير وعلى خير ايه هو؟ الشرط الرابع مهم جدا لازم التزام الطاعات والعبادات. لازم ما يجيش واحد يقول كان مؤمن بربي كل شيء لاباس لا لازم. ترجمة حقيقة الإيمان وحقيقة الإيمان كما قال الإمام النووي وغيره من السادة العلماء تتمثل في 3 شروط. الشرط الأول تصديق بالقلب، الشرط الثاني إقرار باللسان، الشرط الثالث تطبيق بالجوارح والأركان. المعنيس الشرطين يوس 4 إلى قطعتك العبادات ربنا تزار تنزل. الإسراء والمعراج والأمة ستحتفل بهذه الذكرى ذكرى الإسراء والمعراج. واش نتفكروا معاني جليلة جدا. من هذه المعاني المعنى الأول لماذا فرضت الصلاة في هذه الرحلة المباركة؟ نعم هي رحلتان في الحقيقة، رحلة أرضية بدأت من المسجد الحرام منطلقها من هناك منتهاها وين؟ بالمسجد الأقصى الجريح. ورحلة المعراج منطلقها من الأقصى
إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى رب العزة جل جلاله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات. إذا المعنى الأول فرض الصلاة في هذه الرحلة المباركة، رحلة المعراج، باش يبين ربي سبحانه قيمة هذه العبادة. الصلاة صلة بين العبد وربه. ربي سبحانه يفرض ذاك العبادات، نماذج رمضان، نماذج الحجة، نماذج الزكاة، ذي القاعة تنزلت عليه الآيات التي تفرض عليه وعلى الأمة سائر الفرائض. ولكن الصلاة لا، فوق يفرض ربي في هذه الرحلة، رحلة المعراج، باش نزر باللي فظليت الصلة يارنا وكذا ربي سبحانه أمر على غير الشركين وكذا ربي ذوا فظليت ولقى نغفل الفلاس خاطر ما إلا نجات أماكن يلزم من الخياط يارا نوما نص ربي صح نوما، ولكن خاطئ يخينا وندا يونواس اسفرني ومذياز الشيخ رمضان محفوف ذكر ربي الخير. الناس المؤمنين يوانرو في الوقت كي دين الله ما تشكي نعود تصدروا ينسلم ونتظلى السوق ما يعمر يفرو غاس ما يزنس الغلا السواق كفرون اما يزنس صرخه ما يزنس الغلا ولا الدنيث السوق الدنيث اذي يفرو اول سلمع ناس الصلاه التزام العبادات كلها. هذه فقط إشارة باش نشير إلى رحلة الإسراء والمعراج. وفي نفس الوقت الصلاة 5 مواعيد مع رب العزة في المفروضات المكتوبات تتكرر بين اليوم والليلة 5 صلاة الفجر الصبح الظهر العصر المغرب العشاء نساء 5 مواعيد كذا ربي سبحانه. أدنوي الطاقة، أدنوي نجدد الإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. إذا جمعت الخير سائر العبادات الزكاة نعم عبادة مالية اجتماعية إلى آخره. الصوم الصيام الحج لمن استطاع إليه سبيلا استطاعة بدنية مادية استطاعة حكمية هكذا. أشوف غادي غيتمثل بالعبادات والقراءة خاطر يغر أصلا العبادة تجي رمز الإيمان دلالة على الإيمان. رب سبحانه أعود إلى الآية 25 من سورة الأنبياء ذكرناها في مقدمة الدرس. قال ربنا عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا وأنا ربكم فاعبدون. يعني العبادة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 92. سورة المؤمنون الآية 52 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات الآية 56 وإلى آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني آيات عبادة ما نغفلوش نعبد ربي. الله يبارك. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الأخير الخامس هو العمل. هذا مشكلة كبيرة. هذا مشكلة كبيرة راهي في هذا في الآخر. سادتي الأفاضل بحبي لكم الذي لا يعرفه إلا الخالق جل جلاله أكون معكم في غاية الصراحة. لازم نخدمه. هذا هو المعيار وقيد الميزان ديال الخدمة. الميزان ديال الخدمة. أبدأ من هذه الزاوية التي نحن فيها الآن زاوية سيدي عمرو الحاج. هذه يرحم ربي وقال لك حضر عندي الزاوية قلت يفناني يتحضرنا الميدس وذي جازي ربي وقال لي قدشن فلا ساكن ملان مزي مقر ذرقة سمطوف جزا ربي الخير. خدام هذه الزاوية المباركة القائمون على هذه الزاوية المباركة وهذه الجهود يكون خدمة القديش نسن وفيني
أكون يفكى ربي تزمرت الزمورت خدمت كما تكون يعين ربي وكذا فريد. هذا هو الطريق الموصل إلى الله. في الوقت نفسه نذكر في معمرين النخ، أما ديال الجزائر مرة أما يثمورت النخ في معمرين. بناتني مزورة بناتني مزورة سن الإيمان تسمين في الدين إسعان قدشن يرقزن تسولوين يعرضين في عرضيين في معمرين المد بلون تسيري فالسنغ ذلمانا ذلمانا في معمرين ذلمانا أي غار لو كان هذا ولا شتي معمر أنا مشى نغل القرآن مشى السين مشى الدناف أصلا شفام ذي زي السبعينيات وكذا. شكون اللي كان يؤم الصلوات يؤم الناس في المساجد؟ من كان يصلي التراويح هؤلاء. نعم يجي واحد يروح من دشره لدشره في دار ثرثايض هذه في العصر باش يدير في العشاء باش يوصل في العشاء باش يصلي صلاة التراويح بالناس. ما كان لا طوموبيل لا تراكتور لا كاميون، يدي شويه التين المجفف ينغمان وقلمون هذه يروح هذه في العصر باش يوض في العشاء باش هذه الزلصه التراويح. شوف هؤلاء الذين خدموا القرآن وبالقرآن خدموا المجتمع. في معمر الفلسطيني عفور كذا يموثن وذي يفكر ربي يفوذ ذي الجهد يوجد قدشنا السا في معمرين. مشروع خادم القرآن إخواننا جمعية حراء سنبارك ربي جبال زارت الجبال سنسيل زاير جمعية حراء لقد شن في معمرين في القرآن ربي سبحانه يشرفيثن يوفقيثن باش خدمن أعظم مشروع وهو خدمة الوحي الطاهر خدمة القرآن الكريم. سمحتي أقول هذا الكلام بكل إجلال مع آيات الاحترام والتقدير لهؤلاء الشباب لهؤلاء الرجال الذين ترجموا إيمانهم وغيرتهم على الدين عمليا قلوبهم سبقت أبدانهم إلى هذه الزوايا. هم يخدمونها بحب، يخدمون هذا المشروع مشروع القرآن بحب، ويدعمون الإخوة المشرفين والقائمين على هذه الزوايا فكانوا لهم قوة ويسعدهم. قولهم جزاهم الله خيرا سادتي الأفاضل، وإن شاء الله ربي يجعل الأعمال تاعكم كلها في ميزان الحسنات تجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون جبالا تثقل موازينكم بالحسنات. إذن الكل هؤلاء مقصودون وكذاكي غد يوسنسني بارك ربي. أما غير مع مرتقي سيدي عمرو الحاجة من دم نظام يعني حضروا إلى هذه الزاوية وإلى زوايا أخرى وسيأتي البيان. جاء الوقت باش نعرف برجالنا لابد اللي بغى يدخل في معيار من المؤمنين رجال فليدخل وبكل صراحة ووضوح. ربما هذه اللغة لم تكن معهودة سابقا ولكن من الآن فصاعدا هذه هي اللغة. الله غالب باش نديروا. ربي اللي قال سورة التوبة الآية 105 الصفحة اليمنى في وسط الصفحة ربي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جزاكم الله خيرا. إذن العمل ذكر جماعة الخير في الخاتمة موضوع العمل فيه بعض الملاحظات في الطريق. الملاحظة الأولى أنه كل إنسان يعمل بما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل يوم هذه 5 زمرتيس
مغلا شفا ما يفلاحن اي فلاحن ما ذكر ما غير الخلا باش تسيرزم باش تميكرم كل يوم شو الجهدك ساعه يونا تفضك كنا ريت فمير يعلق ثافانتا في فيناس يخدمك شفي غاسنت استنفنا خيريو هذه الشروثي ذي تكمل الله يا ربي الله فلاح لازلت استحضر هذه الصورة البديعة للفلاحين منذ أكثر من 40 سنة تشوف في الحقل من الفجر المنجل في يده ويدخل وإذا كان في الشتاء المحراث في يده يدخل الحقل ويخدم العرق يجي ويدير له هك قبيله نقرا يشرو ثيذي شرو ذا الشراو لكثرتها اتيشرو يتكمل اسكامل اذا ما تفض وايض النظام غادي يخدم ساعه ساعتين هذا السين راح تستعفض روح رثيلي عادي المهم راه في الميدان ربي يناد لا يكلف الله نفسا الا وسعها والناس طاقات ومقامات كل يوم تزمرتيس ربو غي كل فريق صار تزمرت الاخر تيجي لقى الخمسه تزمرت يا جماعه الخير إلاق سناف قال غنغ إلاق أنا خدمت تزمرت الاخر في السناف واللحظة الثانية إيه هي لابد من التعاون خطر أفوس دكفوس يبقى تسمي سنا كاليدين تغسل إحداهما الأخرى صورة تمثيلية لتقريب المعنى إلى الأذهان إلا قال معاون خطر يون وحسوس زميلة لا فيما عمرت قلت فينا رايون فينا تسمدن كل يوم تزمرتيس أساقي قد شنفلاس وقاد يختار ربي سبحانه دوك الشغالوية دوك ندونيثنا الخير المعاون وربي ينزل القرآن الكريم في سورة المائدة يعني وتعاونوا على البر والتقوى مع ورث المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في رواية المرصوص الأحاديث كثيرة في هذا الباب طيب مبدأ التعاون لابد أن نتمثله ميدانيا لكي لا نتعب لماذا؟ خاطر ممكن الإنسان يخدم حسن ديالو مي كاع يداين تيكون تخبو خامس واش ولد كان ما تفض تاعكم تغريدا فيه وانا ديالو اما هذا الكاز ما تمطوط كاين بزاف دايان شحال هاكي قد شاف اللون عاوزها في اللون داين بركي لابد من بدء التعاون رقم 3 ذا شوف لابد من الصبر الجميل والنفس الطويل خاطر العاملون سيواجهون بتحديات وبعقبات وبهزات وعواصف لابد من الصبر الجميل لابد من الثبات والله قد وعدنا وعدا في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ربي يتأكد الثبات يتأكد الكوراج ولكن بنادم إلاق هذه الصفر ثريث مثلا ذي الخاتمة أن ترحم فثمة النغ في سمة النغ يقموثن ذي الطيارة يبو فريك وقال قيث مثلا قبل أن ترحم فلاسا ذاك الدين غيث مثلا الحمد لله رانا مسلمين الحمد لله ربي الناد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقه الابتلاء لابد نتعلمه نادى ربي القرآن الكريم ولنبلونكم سورة البقرة الآية 155 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أهالي هؤلاء الضحايا نعزي أنفسنا فنحن أهلهم نعزي جميع الجزائريين ونعزي الأمة المسلمة في هذا المصاب الجلال مثل 257 واحد في لحظة واحدة بتلك الطريقة غير الإيمان بالله هو اللي يخلينا نستقبل هذا القضاء والقدر بالإيمان ونحن نقول قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون
الإمام الشافعي ربي يرضى عليه قل ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أفلسني عفو ربي، أثني رحمة ربي إن شاء الله برحمته الواسعة، أثني جعل ربي إن شاء الله من الشهداء، نسأل الله أن يتقبلهم الشهداء. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمم كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. اللهم الهم ذويهم والهمنا جميعا الصبر والسلوان والإيمان بقضائك وقدرك. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. آمين والحمد لله رب العالمين.